السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. الأهلي يواصل تدريبه النهاردة. اللي اتدرب النهاردة الناس اللي ما لعبتش في ماتش امبارح، وبكرة إن شاء الله التدريب هيبقى كامل العدد، لأن كولر عارف إن الماتش الجاي بتاع سيراميكا كليوباترا هيبقى ماتش صعب جدا، وهيحتاج لكل الأساسيين اللي ما لعبتش في ماتش المقاولين. في غضب يا جماعة من كولر، في غضب على الأداء. يعني كولر في ماتش المقاولين بين الشوطين كان غضبان جدا في اوضه اللبس، وابدى غضبه على اللعيبه، وتحس ان هو يعني ايه، بدا يحس مش بالخطر، قلق. قلق لان في لعيبه، اللي يقول لك ان في لعيبه في الاهلي البدني بتاعها ما وقعش يبقى ضلالي مش حقاني. يعني اللي يقول لك في لعيبه البدني بتاعها ما وقعش، وده ظهر في شوط صن داونز التاني. الاهلي في الشوط الاولاني عمل كل حاجه، في الشوط الثاني الاهلي ما خرجش من اوضه اللبس. كل اللعيبه حتى كولر كان واقف على الخط نايم. انت المفروض شايف اللعيب معاك بتاع اعداد بدني وبتاع مش عارف، كل ده مفروض انت يبقى تحت الكنترول عندك. اللعيب اللي يخسع تشيله وتنزل غيره. فهو حس بالقلق من النقطه دي وبدأ يشد على اللعيبه. كل الناس اللي بتقول لك قفشه منتظر عقوبه جامده، مفيش الكلام ده. كولر راح سلم على قفشه، فقفشه زي اللي بيقول له انا عملت كل حاجه انت قلت لي عليها، بتخرجني ليه؟ فهي كانت عصبيه، لكن قفشه لعيب محترم. وحتى لو نزل عليه عقوبه مش هتبقى العقوبه اللي بالكوا فيها، بس انا بقول لك مش هينزل عليه عقوبه، لان لو هينزل عليه عقوبه كانت نزلت النهارده الصبح. كلمه حق بقى، انا مش شايف القلق ده كله والهرج والمرج ده الا من ساعه ما مشي الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن خالد بيبو اداؤه، انا شايفه عن نفسي ممكن يكون رايي خطا، انا شايفه اداؤه ضعيف. اداء الكابتن خالد بيبو ضعيف جدا. لازم الكابتن خالد بيبو يظهر قوته، لازم الكابتن خالد بيبو يسيطر، لازم الكابتن خالد بيبو ما يخليش مارسيل كولر هو المتحكم في كل حاجه. الكابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتدخل في كل صغيره وكبيره. ماشي، انا شايف الكابتن خالد بيبو ضيف شرف. يعني امبارح الكاميرا جايباه وعمال ينفض في الترنج، مش شاغل دماغه باللي بيحصل حواليه. اشك ان لو كابتن سيد عبد الحفيظ موجود قفشه يطلع متعصب كده، كان هيحسبها 1000 مرة. انا ما بجيش حق على حد ولا بهاجم حد، كلهم اهلاويه. انا بحترم الكابتن سيد عبد الحفيظ زي الكابتن خالد بيبو زي اي حد يمثل النادي الاهلي. بس احنا بنزعل لما الاداء بيقع، لما المستوى بيقع. يا جماعه عشان خاطر ربنا كله يركز في شغله. كولر بقى كان متعصب ليه؟ قال لك المقاولين، مع احترامنا كل الاحترام للكابتن شوقي غريب، فريق في المتناول. الماتش كان ممكن يخلص تعادل امبارح في الشوط الثاني. يعني الماتش ممكن كولر حس بحاجه بتحصل، كل ماتش ممكن يروح منك في الربع الاخراني من الشوط الثاني. ركزوا كده في الماتشات اللي فاتت كلها. ده يثبت ايه؟ ده يثبت الكلام اللي احنا بنقوله، البدني. لعيبه الاهلي كانت ممكن تلعب ال 90 دقيقه، اول دقيقه زي اخر دقيقه. لكن دلوقتي لا، اللعيب اللي بيدي شويه في الشوط الاولاني تاكد ان الشوط الثاني مريح. كولر في المؤتمر الصحفي اشاد باللعيبه وقال لك اللعيبه ان شاء الله اللي جايه احسن، والمطوشه اللي جايه كلها صعبه وعندنا ضغوط، ولازم اللعيبه كلها تشد حيلها وتبقى على قلب رجل واحد. وقاعد يشيد باللعيبه، ومن ضمن اللي اشاد بيهم موديست. يعني موديست كل الناس شايفاه انه ما قدمش حاجه للاهلي، بس هو الوحيد كولر شايفه انه موديست
يعني لسه عنده كتير، بس هو ما كانش جاهز. انا كان رأيي هو ما كانش جاهز، ما كانش لعب خالص، كنت فضلت تجهز فيه وبعدين تقدمه للجماهير كده. لكن انت عمال تموت فيه. احنا كجمهور اهلي او كأي جمهور بياخد باول انطباع. اول انطباع اللاعب ده وحش، خلاص هيفضل وحش، الا ان حدثت معجزه بقى وثبت العكس، زي فيلافيو كده مثلا، قعدنا طول السنه نشتم فيه وبعد كده بقى هداف الدوري 3 سنين ورا بعض. فانت ما كانش جاهز موديس، ما كنتش. المترجم بكولر كله كان عمال يتكلم مع موديس، فهو موديس حس وشاف ان هو يعني، هو بيقول لك انا ما خدتش فرصتي، انا اول ماتش العبه كامل الماتش ده انا ما كنتش باخد وقت، واللي انا سامعه دلوقتي ان انا ماشي ومش مكمل. فكولر قال له ما فيش اي حاجه من الكلام ده، انت مكمل معايا. انا شايف ان الماتش اللي فات موديس نوعا ما عن ممكن، الله اعلم، عشان بس ما نقولش حاجه والناس تحاسبنا عليها، ممكن في الماتشين الجايين موديست يتطور وممكن لا، عشان برضو ما نكدبش عليه. بس المهاجم مطروح عند النادي الاهلي، مطروح وان هم يشوفوا مهاجم، سواء بقى موديست مشي قعد عمل، لازم مهاجم يجي. كهربا عدى 3 مطوشه، فاضل له 3 مطوشه، في الدوري ويبقى عدى العقوبة بتاعته اللي لجنة الانضباط كانت فرضها عليه، بتاعت حطه صح. ما نشوف بقى اول ما تخلص دي هيدوروا له على عقوبات ايه تاني، اصل ما فيش غير كهربا في مصر يعاقبوه. انا من رأيي كهربا يدفع الفلوس بتاعت الزمالك دي ويريح دماغه، عشان طول ما هو لسه ما دفعهاش هيفضلوا يدوروا له على عقوبات وعلى حاجات وعلى البتاع. انا شفت في الايام اللي فاتت بعد الزمالك ما كسب سموحه كانوا بيطالبوا بان شيكابالا يروح المنتخب. كل القنوات بتاعت الزمالك والمطبلاتيه كانوا بيقولوا لك روي فيتوريا يا ترى هيبص لشيكابالا يروح المنتخب. طب يا ترى روي فيتوريا هيضم كهربا في ظل ان مفيش راس حربه في المنتخب غير مصطفى محمد؟ ولا حازم امام هيقول له لا؟ ما اصل خلي بالكم، اوعى حد يقول لي ان روي فيتوريا بيشتغل من دماغه. لا 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 لا، اشتغلش من دماغه، لازم ياخد الاوامر، تعمل له سكريبت كده ويقعد يقراه وينفذ اللي فيه. خد كهربا، سيب كهربا كده يعني. فيا ريت حازم امام ياخد كهربا، هو كده كده يعني المطوشه اللي جايه يعني اصلا مش محتاجه لعيبه، سيراليون وجيبوتي وربنا يستر يعني ونعمل معاهم نتيجه. كل التوفيق لمنتخب مصر وكل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي. فتوح بقى ولاعيبه الزمالك، بعد اذنكم يا جماعه لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. لايكات بالله عليكم عشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. فتوح راح التدريب النهارده، قالوا له بعد اذنك اتفضل، انت زي اللي بيقول له ايه، شفتوا الموظف كده اللي بيحصل معاه مشكله يقول له انت حضرتك في البيت لحد موقوف عن العمل لحد نهايه التحقيق. عملوا مع فتوح كده. فتوح رايح النادي اقول له بس حاسب البس البنطلون، تقلعش الشورت بقى وبتاع وتستعد للتمرين، لا البس هدومك عشان انت موقوف عن التدريب. ليه يا جماعه؟ قال له انت موقوف لحين شعار اخر. طبعا هو كان في اجتماع النهارده ولسه ما نعرفش ايه اللي تم فيه، لان احنا ما بنقولش خبر الا لما نتاكد منه. فالاجتماع هيسفر عن ايه الله اعلم. هل هم هيشوطوا فتوح وصبحي والزناري؟ الله اعلم. هو كده كده فتوح وصبحي رامين طوبة الزمالك، هو كده كده في يناير هيبقى يحق لهم يمضوا لاي نادي، تمام. فهو فتوح قال لك بركه يا جامع، فتوح قال لهم بركه يا جامع. وكيل فتوح بعت للزمالك قال لهم خدوا بالكم اخرنا يناير، اول يناير يبقى فتوح التفاوض انتهت معاه، يعني ما تقوليش في يناير وتقول نتفاوض مع فتوح انه يجدد،
اول يناير خلاص شكرا، محدش يتكلم مع فتوح. تمام. ففتوح اللي يمشي على فتوح، على صبحي، على الزناري، منعوا من التدريب وقالوا لهم اتفضلوا لحد ما نشوف هنعمل معاكم ايه. طبعا الكابتن حسين لبيب هيجتمع ويشوف ايه القرارات اللي هياخدوها للعيبه ولاسوريو وحاجات كتير. المفروض الاجتماع ده يسفر عنه، يعني اسوريو مكمل ولا لا، فتوح هيجددوا له ولا مش هيجددوا له، هيبيعوه ولا هيسيبوه يمشي فري. حاجات كتير هيقعدوا يحطوا النقط على الحروف فيها، وبعدين نشوف ايه اللي هيتم. فتوح جاي له 3 عروض: عرض الاهلي، وعرض الاهلي عشان بس الناس تبقى فاهمه، عرض الاهلي بشروط الاهلي، يعني عرض الاهلي بشروط الاهلي مش بشروط فتوح، عشان بس الناس تحط تحت دي 100 خط. عرض الاهلي الفتوح بشروط الاهلي، عرض بيراميدز بشروط فتوح. تعالى شوف بس انت عايز ايه وتعالى امضي. عرض زد بقى، عرض على فتوح 90 مليون جنيه في ال3 سنين زائد فيلا. طبعا احنا عارفين الفيلا مين اللي هيديها له، ده بتاع الفيلا كلها معايا. يعني الدنيا هتبقى مبشرقه على الاخر. 90 مليون جنيه زائد فيلا، زائد طبعا زد عامل توأمه مع استون فيلا، يعني ممكن سنه وبتاع وتبص لهم ايه مطلعينه بره. ده الكلام اللي اتقال له، دي العروض اللي اتعرضت عليه. فتوح هيختار ايه؟ فتوح هيمضي لمين؟ والنهارده محدش يقول لك ايه لا ده هو عايز الاهلي، لا ده هو عايز بيراميدز، لا ده هو زملكاوي زي ما لسه بيقولوا على امام عاشور ايه ده زملكاوي ابن زملكاوي. يا جماعه زملكاوي واهلاوي والكلام ده كان زمان، دلوقتي الجنيه اللي بيقول كلامه. دلوقتي يعني الكتاكيت اللي شغاله، هتديني كام كتكوت، هتديني كام بلبل، هتديني، هو دي اللغه اللي شغاله دلوقتي. ها بتاعت ايه؟ بتاعت ابجني تجدني. عارفين انتوا المصطلحات دي؟ كأنك راكب التوك توك كده وسواق التوك توك يقول لك ايه ابجني تجدني. فالموضوع بقى موضوع ماده، بقى موضوع اعتراف زي ما كانوا بيقولوا ايه ايام بيراميدز وايام عبد الله السعيد وايام محمد رمضان. محمد رمضان مين بس؟ محمد رمضان مين؟ خرجتونا عن النص خالص. مع رمضان صبحي، ايام رمضان صبحي وعبد الله السعيد. ايه يا جماعه اللي بيعملوا بيراميدز ده؟ يقول لك لا 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 ده احتراف، ده احتراف واستثمار، ده احتراف واستثمار معايا. تيجي دلوقتي بقى تتكلم بقى ان زد مثلا عامله عرض كذا ولا ده عمرو كذا، لا 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 لا، كله يا باشا بقى استثمار وكله بقى احتراف وكله بقى. ان الانديه الكبيره ما قعدتش على ترابيزه واحده، الانديه اللي معاها فلوس من الاخر ما قعدتش على ترابيزه واحده وحطت سقف للموضوع ده. ها هتلاقي ياما، هتلاقي لعيبه، معلش ما حدش يزعل مني من الكلام اللي هقوله، لا اهلاويه ولا زملكاويه، في لعيبه كتير ما تسواش الفلوس اللي بتاخدها. يعني لعيبه بتاخد بالملايين وبطولاته صفر، ان كان واخد له دوري ولا كاس ولا الكلام ده. والمطبلات يطلعوا ايه ده احسن لاعب في مصر السنه دي، وده احسن لاعب في شبرا الخيمه، وده احسن لاعب في البراجيل. ايه يا عم احسن لاعب في ايه؟ عدلي يقول لي واخد كام دوري واخد كام كاس واخد وصل كاس عالم انديه، لعب في المنتخب قد ايه، جاب كام جون. دي الحاجات اللي ايه السي في بتاع اللاعب من الاخر. لكن تعالى النهارده واحد في الاهلي يجيب جون في الزمالك بقى نجم، وتلاقي الفريق التاني عايز ياخده ب50 مليون جنيه، والعكس صحيح. فلازم يتحط سقف للكلام ده، لازم يتحط سقف، ولازم يبقى في احترام بين الانديه، لازم يبقى في احترام بين الانديه. النهارده انا ما مضيش مع لعيب معاك عندك، الله خلاص اما يبقى في فري
تمام؟ لان ده حقك ان انت تبص على اللعيب ده وانا ابص على اللعيب ده، وكل نادي بيدور على مصلحته. بس ما يبقاش اللعيب عقده ساري في النادي وانا اروح اتفاوض معاه. ده غلط. المفروض يبقى في قانون للحته دي وفي لائحه تجازي في الحته دي. لكن اللعيب بقى فري خلاص، النادي مش عايزه، هو حر، اي نادي تاني يتعاقد معاه. زي سوزا اللي الاهلي عايزه ده، ما خلاص في يناير هيبقى فري. يعني لو الاهلي خلص معاه هيجي الاهلي ببلاش. فاهمين يا جماعه؟ فيا ريت يتحط سقف للموضوع ده. ها، كله بقى ايه، بيهز في الزيطه. في مثل كان بيتقال زمان ايه، انا اسف في التعبير يعني، ان كترت الحمير فمن حظ الركيبه. يعني زمان كان يبقى مسميه الحمار ده ركوبه، يقول لك انا هاخد ركوبه ومش عارف اروح فين، تبقى بلاد جنب بعضها في الارياف كده، فيفضل واقف مستني حمار عشان يركبه، عشان ياخده يوصله. فان كترت الحمير فمن حظ الركيبه، كل ما الحميره تكتر كل ما الركيبه ترتاح، مش هيقف ولا يستنى ولا يعمل، يروح شابط في حمار ورايح فاهمين يا جماعه؟ فالموضوع يعني بقى اكبر من الرياضه، لان في لعيبه ما تسواش شيء وبتاخد فلوس كتيره قوي. مش هنتدخل بقى ونقول رزق وانتوا بتبصوا وانتوا بتعملوا، لا. هو الموضوع ان كل حاجه، يعني انت بتقدم لي خدمه مقابل ثمن. انت النهارده بتلعب عندي، لازم تعمل بالفلوس اللي انت هتاخدها. تمام؟ زي موقع يلا كوره النهارده تلاقينا لك منشط ايه، موديست الحاضر الغائب، متى ينضم موديست للنادي الاهلي؟ دمكم خفيف. ايه امتى ينضم موديست للنادي الاهلي؟ موديست بقاله شهرين جاي ماشي، وعلى الاقل موديست نزل بيلعب وبدا ينقل ومشي وما جاش، مش دي وما لعبش، مش دي القضيه. طب سامسون اكينولا ده اللي في الزمالك ده بقاله 17 شهر، ازيد من سنه ونص، ولا في القائمه الاساسيه ولا بيلعب. ما طلعتش ليه يلا كوره تقول لك متى ينضم سامويل اكينولا، متى ينضم سامويل اكينولا للزمالك، زي ما انت قلت متى ينضم موديست للاهلي. فالناس كل الحاقدين على الاهلي، كل واحد بيطلع اللي جواه، كل واحد بيطلع اللي في بطنه ماشي، ولسه هنشوف كتير قوي، واخد بالك؟ والاهلي لما بيقع الوقعات الصغيره دي، ناس كتير قوي بتبان اللي هي عماله ايه، تحسس وكلمه من هنا وكلمه من هنا، كله بقى بيبان بيتكشف، كله حقده بيبان وغله بيبان على النادي الاهلي. مش عارف ليه، بس هي الشجره المثمره دايما بتتحدف بالطوب. تمام؟ شكرا لكم يا جماعه، طولنا عليكم، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. سلام عليكم.